اخيرا قررنا نعمل الكشري المصري او كشري الحله الواحده. هنعمله النهارده بالطريقه الاصليه، هنحاول نعمله بطريقه مختصره على قد ما نقدر وبالترتيب، عشان الناس اللي بتقول انه دوشه وكركبه ومواعين كتير ووقت ومجهود. لكن خدوا بالكم، لو اتبعتوا الخطوات هتلاقوا الموضوع سهل وبسيط جدا. المهم انكم تحافظوا على الترتيب وترتبوا افكاركم وخطواتكم، وهتلاقوا في النهايه ان الموضوع سهل وبسيط جدا. والأهم إن الطعم هيبقى ألذ كشري عملتوه في البيت، سواء الصلصة أو الشطة أو الدق. الخلطة مع بعضها فعلا طعمها حلو جدا زي اللي بيتباع في المحلات وأحلى وأنضف. أهم حاجة نمشي في الخطوات اللي هتشوفوها عشان توفروا وقت وتخلصوه بأسرع وقت. اول حاجه العدس البني ده، العدس ابو جبه، هحط عليه شويه ميه وانقعه عشان لما بيتنقع بيقلل الوقت اللي محتاجه في التسويه. يعني انا هنقعه، لو عندي وقت هنقعه قبلها بساعتين يبقى احسن، ولو مفيش وقت انا بضيف عليه شويه ميه دافيين وبنقعه قبلها بنص ساعه عشان يبقى جاهز معايا. وعندي الحمص برضو، حمص الشام نفس الموضوع، انا نقعته قبلها بساعتين في ميه لانه بياخد وقت كبير اكتر من العدس في التسويه. انا نقعته قبلها بساعتين وجهزناه، ودي اول خطوه احنا بنعملها. هنحضر اول حاجه البصل المقرمش، وهقول لك ازاي يطلع معاكي مقرمش وفي نفس الوقت لازم نبدا بيه علشان هنستخدم الزيت اللي هيتقلي فيه في تسويه باقي المكونات بتاعتي. هنقطع البصل شرايح رفيعه جدا على قد ما تقدري، وبعدين هنحط عليها معلقه دقيق ومعلقه نشا. بعد ما قطعنا البصل شرايح رفيعه بالشكل ده، هنضيف عليهم معلقه دقيق كبيره ومعلقه نشا، وده بيديني نوع من القرمشه وفي نفس الوقت بيقلل السوائل اللي موجوده معايا. ننزل بطاسه على النار لحد ما تسخن، وننزل فيها بالزيت بتاعنا، وننزل في الزيت بتاعنا بالبصل. بعد ما النار بتاعتنا حمت الزيت، يعني انا بولع على الزيت على فوق المتوسطه شويه، وبننزل فيه بالزيت بس ما بنزلش بكل الكميه بتاعه البصل عشان اقدر اقلبه ويقدر يطلع لون واحد معايا، ونقلب فيه كل شويه عشان يبقى كده لون واحد، يطلع لون واحد. وبعد ما بيحمر بالطريقه دي بنبدا نطلعه على شبكه او مصفى او منديل. المهم ان احنا ما بنرميش الزيت ده، عشان الزيت المنكه اللي معانا ده اللي هنكمل بيه باقي التسويه، اللي هنسوي بيه باقي المكونات اللي معانا. حلة تانية على النار هنحط فيها المكرونة تتسلق، وانا استخدمت مزيج من المكرونة، خليط كده عشان يظهر معايا شكل المكرونة. والاسباجيتي لازم تتقسم ل3،
الاسباجيتي لازم تتقسم لثلاثة لانها عكس الوصفات التانية. هنا في الوصفة بتاعتنا او في الكشري بتاعنا هتتاكل بالمعلقة، فلازم تتقسم لثلاث تلات، يعني تلت وتلت وتلت. وننزل بالمكرونة كل نوع لوحده، بس اخر حاجة انا بنزل بيها هي المكرونة الاسباجيتي، لان المكرونة الاسباجيتي مش بتحتاج وقت كبير عشان تستوي. بعد كده انا هصفيها زي ما انتم شايفين. انا صفيتها من الميه بتاعتها ونزلت عليها شويه ميه عشان توقف تسويتها وتتخلص من النشا اللي فيها وما تلزقش في بعضها. هنضيف عليها معلقتين من الزيت واقلبها في بعض عشان ما تلزقش في بعضها. الحلة اللي بعد كده هنعمل فيها الرز والشعرية والعدس، وهي نفس الحلة اللي أنا سلقت فيها المكرونة وغسلتها وهستخدمها برضو للرز والشعرية والعدس. هاخد حلة حاطط فيها شوية من زيت البصل اللي احنا استخدمناه في البداية، وهنزل فيه بالشعرية زي ما انتم شايفين، وهحاول ان انا احمص الشعرية كويس قوي، لان كل ما لونها بيبقى غامق معايا كل ما بتعطي طعم احلى. ونقلبها على طول كده زي ما انتم شايفين عشان ما تاخدش مني لون ولون، يعني تاخد مني لون موحد. وفي نفس الوقت انا بسلق زي ما انتم شايفين كده، بسلق الحمص معايا لانه بياخد وقت. انا حاطه على نار هاديه براحته على ما اخلص المكونات اللي معايا. زي ما قلنا نحاول نحمصها على قد ما نقدر ونديها لون غامق شويه. انا دايما بفضل في الشعريه بتاعه الكشري انها تتحمص زياده شويه. وبعد كده بنزل بالرز بتاعي اللي انا غسلته كويس وصفيته واحمصه شويه مع الشعريه اللي موجوده معايا. وبعد كده انا بزود العدس بتاعي اللي معايا. واحمصهم برضو شويه مع الرز ومع الشعريه بتاعتي. وبعد كده انا بنزل بالتوابل بتاعتي. التوابل بتاعتي عباره عن شويه ملح وفلفل اسمر وشويه كمون. الكشري بتاعنا ما بيحتاجش توابل كتير. نقلبهم مع بعض كويس لان بعد كده انا هزود لهم الميه، بس بلاش تكون ميه بارده، لازم سخنه. خدوا بالكم عشان الرز ما يعجنش معايا. وخدوا بالكم ان الرز والعدس هنا مش هياخد كميه سوائل كتير لان العدس بتاعي كان منقوع وشارب كميه ميه، يا دوب الميه تغطي الرز ب2 سم بس. هنيجي لأهم حاجة في الكشري، الصلصة والدقة والشطة. نخلي جنبنا كده شوية توم مفرومين كويسين كده محترمين، وشوية كمون وشوية كزبرة. ده أساس الكشري وأساس كل حاجة فيه. أحضر الأول الصلصة. شوية من زيت البصل هننزل بيهم في حلة،
ومعلقه توم مفروم، وبزود معاهم كمون وكزبره، ومعلقه من صلصه الطماطم، معجون الطماطم اللي هو الجاهز. لو ما عندكيش ممكن تستغني عنه وتستخدمي الصلصه الفريش العاديه اللي انت بتعمليها في البيت، مفيش مشكله. وبعد كده بزود صلصه الطماطم اللي احنا جهزناها، عصير الطماطم اللي جهزناه في البيت. وبعد كده انا بزود لهم معلقه من الملح، ومعلقه سكر، نقلبها كويس. ولما بتغلى احنا بنظبط الملح بتاعنا، نشوف لو محتاجه ملح بنزود لها ملح. صلصه الطماطم برضو بالمناسبه مش بيتحط لها خل، الخل كله بيبقى في الدقه وقت الدقه، والدقه دي تبقى على مي. احنا هنخلي مي تعمل لنا الدقه بتاعتنا النهارده. هتعملي الدقه ازاي يا مي؟ اتفضلي. هنحط كوباية مية سخنة وعليها معلقة من الثوم، تنسيش الكمون والكزبره، وهنضيف الكمون والكزبرة ونص كوباية من الخل وعصرة من الليمونة، ونظبط الملح بتاعنا. وآخر حاجة الملح بتاعنا. شويه زيت من زيت البصل في حله عندي او في طاسه، وقبل ما يغلى ومجرد ان هو الزيت بيسخن بس، انا بحط معلقه شطه كبيره، نسيبهم لحد ما الزيت يغلى عشان الشطه اللي معايا تستوي. زي ما انتم شايفين كده بتعمل الفقاعات اللي قدامكم دي. بس خدوا بالكم طبعا المرحله دي صعبه شويه، فاللي عنده حساسيه او عنده مشكله في الجيوب الانفيه يحاول يلبس كمامه بقى او ياخد باله من الموضوع ده. وهنزود عليهم كبشتين كده من الصلصه اللي احنا عملناها، صلصه الطماطم اللي احنا عملناها. وعندنا نص كوبايه من الدقه برضو اللي احنا عملناها، هنزودهم عليهم. وكده تمام قوي. بس خدوا بالكم ان الصلصه دي، الشطه دي اللي احنا بنعملها مركزه جدا، خدوا بالكم انتوا بتستخدموها، فهي دايما بتبقى بره لوحدها. اللي بيحتاج او اللي هو بيحب الحراق بيحط منها على الكشري اللي موجود معاه.